السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وصفتنا النهارده من الوصفات الجميله اللي مفيش اي بيت مصري بيستغنى عنها، الكل بيحبها طبعا. هنعمل الملوخيه الخضراء بكل اسرارها وبكل تفاصيلها. خليكم معايا للنهايه، هقول لكم على كل الاسرار والتفاصيل اللي هتطلع معاكم احلى واجمل ملوخيه ممكن تعملوها. هقول لكم من اول الغسيل والتقطيف، وكمان طريقة الخرط بتاعها. هقول لكم على طريقة جديدة جدا للخرط، هتخرطوها في 5 دقايق بدون اي تعب ولا اي مجهود. في دقايق كده هتكون متحضرة معاكم احلى واجمل ملوخية. معايا اهو نص كيلو من الملوخية الخضراء. طبعا الملوخية بتيجي من السوق زي ما انتم شايفينها كده بجذورها. فانا هشيل الجذور اللي ملهاش لازمة كده، يعني بنشيل نص الجذور بتاعت الملوخية من تحت اللي ملهاش لازمة خالص كده، وبنسيب النص التاني اللي فيه الاوراق زي ما انتم شايفين كده. هنغسلها بقى في مية كده جارية تحت الحوض في طبق واسع، بس انا حابة اوريهولكوا دلوقتي كده. هجيب الطبق الواسع واحطه كده احطه في قلب الملوخية وهملاه من المية. طبعا احنا بنغسل الملوخية فنحط الطبق ده جوه الحوض وبنغسلها جوه الحوض، بس انا حابة اوريكم طريقة الغسيل الصح للملوخية. انا بحب اغسلها وهي كده في عروقها لسه. في ناس بيغسلوها بعد التقطيف، بس كده اسهل جدا عشان هتنشف معانا في منتهى السهولة بعد ما نقطفها. بنحطها كويس ونغسلها كويس في قلب المية وبنبدأ نشيلها. وبتشوفوا اول مية بتبقى مش نظيفة خالص كده، فيها طينة زي ما انتم شايفين كده. فطبعا احنا بنعمل الموضوع ده ونكرره في قلب الحوض 4 مرات او 5 مرات، لحد ما خلاص تحسوا ان المية راقت جدا ومبقاش فيها اي حاجة خالص. شايفين زي ما انتوا شايفين كده، انا وريتكم اول دور في المية شكله عامل ازاي، وبعد 4 مرات او 5 المية رايقة وزي الفل معانا، مفيهاش اي تراب ولا اي طينة ولا اي حاجة. خلاص كده يبقى الملوخية اتغسلت معانا تمام. بتغسليها طبعا جوه الحوض عشان ما تبهدليش الدنيا. انا حابه اوريكم، بصوا اخر شويه ميه نضاف جدا مش زي اول ميه وريتها لكم. بعد ما بنغسلها كويس جدا زي ما قلت لكم، هنحطها في مصفى وتحتها طبق بقى طبعا كده، ونسيبها تتصفى كويس من الميه شويه. وبعد كده هجيب صينيه واحط في قلبها فوطه، نفرش في قلبها فوطه ونبدا نقطف الملوخيه معانا. احنا ما بنشيلش من الملوخيه من العرق بتاعها ورقه بورقه. بتاخدي الورده اللي فوق كده بتاعت الملوخيه كامله بالورق بتاعها بجزء بسيط قوي جدا من العروق. يعني انت بتاخدي الورده من فوق كده زي ما هي بتبقى مع بعض متماسكه كده زي الورده. بتجمعي كذا ورقه كذا عود كده مع بعض، وبتشيلي كلهم مره واحده كده عشان تخلصي وتقطفي بسرعه زي ما انت شايفه انا بعمل كده. يعني بتجيبي كام عرق كده وتجمعيهم مع بعض وتشيلي الزهرة بتاعت الملوخية كلها من فوق بالطريقة دي. تمام. ممكن تجمعي شوية كتار كده زي ما انا هعمل دلوقتي، يعني شوية عيدان حلوين كده زي البوكيه كده في ايدك، وبالمقص بعد ما تجمعي كل زهر الملوخية فوق كده بالمقص وتشيليهم مرة واحدة. شايفين انا عملت كمية كبيرة ازاي في مرة واحدة كده؟ مفيش دقيقة وهتكوني مخلصة تقطيف الملوخية بتاعتك. لو لقيتي العرق في الملوخية زيادة شوية بتشيليه بإيدك أو بالمقص عادي. بنقطف بقى النص كيلو كله أو الكمية اللي انت بتقطفيها كلها بالشكل ده. وده كان شكلها بعد ما قطفناها كلها. بنلف عليها الفوطة كده ونغطيها شوية 10 دقايق ربع ساعة، وهتلاقي الفوطة شربت المية الزيادة اللي فيها وبقت تمام وجاهزة معاكي على عشان نخرطها زي ما انتوا شايفينها كده. يعني هي نشفت اهيت والفوطه شربت اي ميه زياده، بتبقى يعني هي مش ناشفه يعني خالص، هي منديه بسيط كده لكن ما فيهاش ميه. هتجيبي كيس بقى، كيس تلاجة عادي من اكياس اللبن دي، وهتحطي كل الملوخيه بتاعتك فيه. طريقه الخرط دي سهله جدا يعني منتهى الجمال جوه الكيس. مش هتتعبي، مش هتبوظي الدنيا حواليكي ولا هتبهدلي الدنيا حواليكي. هتخرطي الملوخية حتى المخرطة مش هتغسليها تاني بعد ما تخرطي الملوخية. هتخرطي الملوخية وهتفضل المخرطة معاكي نظيفة، مش هيلمسها اي ملوخية خالص. بعد ما تعبي كل الملوخية بتاعتك في قلب الكيس، بس بتنقي كيس برضو حلو كده يكون خامته حلوة، يعني عشان ما يتهريش منك. ده كيس تلاجة عادي جدا اللي انا بشتريه من محل الاكياس. حطيت كل الملوخية بتاعتي فيه ونفرغ الهواء كويس جدا، تضغطي بايديكي كده لحد ما تفرغي الهواء تمام خالص، ما يبقاش فيه اي هواء خالص. بتتني حرف الكيس من فوق بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده. بعد ما تفرغي الهواء خالص ما تسيبيش اي هواء جوه الكيس، وبولاعه وتمشيها على الكيس كده بالطريقه دي. كده احنا بنقفل الكيس
على الملوخية عشان يبقى متقفل من ناحيتين، عشان وانت بتخرطي الملوخية ما يطلعش منها اي ملوخية معاكي وتضايقك او تبهدل معاكي الدنيا. تمام كده، انا قفلت الكيس اهو زي ما انت شايفة، بقى متقفل معايا زي ما انت شايفاني كده. لقيت جزء صغير مفتوح، برضو هتنيها وهمشي الولاعة تاني على الحتة اللي هي لسه ما اتقفلتش دي. تمام، انا هوريكم زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الكيس متقفل خالص زي ما هو متقفل من تحت، بقى متقفل من فوق كده. وبقت الملوخية معانا كده جاهزة علشان نخرطها فيها جوه الكيس. ما تخافيش خالص، الكيس مش هيتقطع منك ولا هيتبهدل. اخرطي بقى من فوق الكيس كده بالمخرطة زي ما انت شايفاني بعمل كده. بس طبعا يعني انت بتخرطي مش تضغطي جامد بقى وتقطعي الكيس. انت بتخرطي وايدك خفيفة شوية كده على الملوخية، وتقلبي بقى الكيس يمين وشمال كده كل شوية تقلبي، تخرطي المرة الناحية دي بالعرض مرة وبالطول مرة، وبرضو بتقلبيه على على الجنب التاني كده عشان اوراق الملوخية كلها تتخرط معاكي. يعني احنا عشان ما بنتكاش اوي نوصل للملوخية لتحت، فاحنا بنخرطها كده في الكيس من الناحية دي شوية، وبعد كده بنقلبها على الناحية التانية ونخرطها شوية. وبعد ما تلاقيها نعمت شوية كده بتجيبي معلقة وتبدأي تلمي الملوخية معاكي لجوه الكيس شوية كده برضو، عشان تبقي طايله كل الملوخيه بالمخرطه وانت بتخرطيها. تمام كده، يعني انا الطريقه دي سهله جدا. انا من ساعه ما عرفت الطريقه دي بصراحه ما بخرطش الملوخيه غير بالطريقه دي. انا بصراحه كنت زمان مش بحب خرط الملوخيه وبزهق منها، بس بعد ما عرفت طريقه الكيس دي بقت اسهل حاجه عندي هي ان انا اعمل ملوخيه واخرطها. في ناس بقى بيحبوا طبعا يدوها غلوه كده ويضربوها في الكبه. انا جربتها بس بصراحه انا ما حبيتش الطريقه دي خالص. هي الطريقة الأصلية بتاعتنا بتاعت الملوخية إنها لازم تتخرط كده بالمخرطة. طريقة الكبة دي ما عجبتنيش كده، لا لونها ولا طعمها ولا حتى يعني القوام بتاعها. القوام بتاع الملوخية اللي مخروطة مختلف تمام عن القوام اللي بتتعمل في الكبة بصراحة، أو في الخلاط. الملوخية الأصلية لازم تخرطيها بالمخرطة كده، هتاكلي أحلى وأجمل ملوخية. زي ما شفتوا كده برضو كل ما تبدأ تنعم معانا زي ما انتم شايفين كده هي نعمت ازاي، بطريقة سهلة خالص بسيطة. كل ما تبدأ تنعم كده بتجمعيهم بالمعلقة في الكيس من جوه علشان برضو يبقى سهل معاكي ان انت تبقي واصلة للملوخية كلها وتتخرط معاكي وتبقى بنفس النعومة. اجمعها وابدأ برضو اخرط بنفس الطريقة، واقلب الكيس كده كل ما اخرط شويه اقلبه الناحيه التانية لحد ما تبقى جاهزه معانا وتنعم. مش هتاخد دقايق بجد، مش هتاخد اي حاجه معاكي خالص. شايفين المطبخ رايق، كل حاجه نظيفه، المخرطه نفسها نظيفه واتخرطت معاكي وبقت في منتهى الجمال وفي منتهى السهوله في نفس الوقت. بعد ما تنعم معانا خالص كده هجمعها بقى كلها بالمعلقه وهسيبها في الكيس لحد ما جاهز بقى الشوربه بتاعتنا. يعني شايفين انا ان شاء الله بقالي سنين بعمل الملوخية بالطريقة دي، وانتوا لما تجربوها بإذن الله مش هتعتمدوها، مش هتبطلوا تعملوا الطريقة دي خالص. ليه؟ لان انتوا هتحسوا بالسهولة والبساطة بتاعتها، فانتوا هتحبوا، يعني هتبقى متعة كده وانتوا بتعملوا الملوخية بصراحة بالطريقة دي. طريقة حلوة أوي وجميلة وسهلة في نفس الوقت. ولو حابة كمان تخزني كمية كبيرة من الملوخية المخروطة هتعمليها بالطريقة دي وتخرطيها، وبعد كده بتديها غلوة في شوية شوربة بسيطة أو شوية مية بسيطة. أنا عملتها قبل كده في القناة. وبعد كده بتعبيها في أكياس وتشيلها في الفريزر. أنا لما عملت الملوخية قبل كده عشان أخزنها في القناة عملت نصها بالطريقة دي، الطريقة اللي متخرطة دي، وعملت نصها بالطريقة التانية اللي هي بتتضرب في الخلاط. وبعد كده بقيت اخرج بقى الملوخية من الفريزر واعملها. بس بصراحة الملوخية التانية ما عجبتنيش خالص، وهي احلى واجمل حاجة اللي هي بالخلاط. حتى لو هتخزنيها في الفريزر هتطلع معاكي برضو جميلة جدا كأنها فريش وكأنك لسه عاملاها. انما الطريقة التانية بتبقى يعني قوامها مش حلو كده، مش شكل الملوخية خالص، يعني بحس ان انا مش عاملة ملوخية. تمام كده، انا خلصت اهوت خرط الملوخية بتاعتي، ما خدتش اي وقت. هنبدأ نلمها بقى بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، وهنلف عليها الكيس وهنسيبها بقى لحد ما نجهز بقية الحاجة بتاعتنا. لو انت حابة تخرطيها وتسيبيها في التلاجة، لو مش هتعملي الملوخية في نفس اليوم وحابة تخرطيها وتجهزيها، ممكن تخرطيها وتسيبيها في الكيس زي ما هي كده متقفلة، ما تفتحيش الكيس، وتسيبيها في التلاجة. ممكن تقعد معاكي يوم او يومين على رف التلاجة. بس ما تعمليش الطريقة دي وتحطيها في الفريزر عشان ما تسمرش معاكي.
وهنجهز التوم بتاعنا بقى كده. هنجيب 10 فصوص من التوم صغيرين او 5 كبار، وهنحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من الكزبرة الناشفة، وهنبدأ ندق التوم كده في الهون بتاعنا لحد ما ننعمه ونخليه ناعم جدا ويبقى جاهز معانا. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الكزبرة الناشفة بتبقى حلوة جدا وبتدي طعم حلو قوي للملوخية. ناعم معانا اهوت. هنطلعه كده في طبق وهنبدأ نجهز الشوربة بتاعتنا على البوتاجاز. طبعا الشوربة هتحطي كمية بسيطة من الشوربة، يعني كوبايتين كده من الشوربة، وهننزل عليهم بطماطمايه صغيرة ونص معلقة من الثوم المهروس اللي احنا هرسناه بالكزبرة ده. الشوربة حطيها بسيطة في الاول، وبعد كده حطي الملوخية فيها، وبعد ما تقلبيها لو لقيتيها تقيلة ومحتاجة شوربة كمان، بتقصي بقى الكيس وتنزلي بالملوخية زي ما انت شايفة كده. زي ما قلتلك بتحطي شوربة بسيطة، ولو بعد ما تحطي الملوخية بتاعتك وتقلبيها لو لقيتيها محتاجة شوربة كمان بتحطي لها. لكن انت لو حطيتي شوربة كتير من البداية وجيتي حطيتي الملوخية مش هتعرفي تعالجيها، هتبقى خفيفة قوي معاكي ومش ما يبقاش مش هيبقى ليها علاج يعني. لكن لما تبقى تقيلة ممكن نعالجها ونزودها شوربة. فكده تقدري تتحكمي فيها لما تكوني مقلله الشوربه في الاول. لكن انت لو زودتي شوربه في الاول مش هتعرفي تتعاملي معاها. وبمعلقه او بمضرب زي ما انت شايفه كده، وبنفضل نقلب كويس جدا جدا لحد ما كل الملوخيه بتاعتنا تتقلب كده وتتجانس وتبقى جميله مع الشوربه. وشايفين القوام جميل بالشكل ده. زي ما انتوا قلت لكم، انا زي ما قلت لكم يعني في الاول انا لقيتها محتاجه شويه من الشوربه فزودت لها وخليتها قوامها مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده، احنا مش بنسيب الملوخيه تغلي كتير، يا دوب زي ما احنا كنا بنقول طول عمرنا بنديها فوره كده، بنفورها بس زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب تفور وتاخد تقليبه واحده وبنطفي عليها. انا كنت عاملاها طبعا من بدري شويه، فجيت دلوقتي عشان اعمل التقليه فسخنتها بس. يعني انا ما بترجعيش تحطيها على النار او تغليها تاني على النار، انا حطيتها على النار بس تسخن شويه وطفيت النار عليها، وبعد كده جهزت التقليه بتاعتي. حطي بقى معلقه من السمنه او الزيت او اي حاجه انت حابه، وتحطي فيها التوم لحد ما يحمر بالشكل ده. انا حطيت بقى نص التقليه معانا، اديتها الطشه بتاعتها كده في الحله، وسبت النص التاني بتاع التوم عشان احطهم مع الملوخيه في الطواجن، عشان بيدي طعم حلو قوي لما بتحطيه في الطاجن مع الملوخيه. وبقت جاهزه معانا اهي، احلى واجمل شويه ملوخيه ممكن تاكليهم. حلوين جدا بقى مع الرز الابيض وجنب المحاشي بتبقى حلوه قوي اللي بيحب ياكلها بالعيش او بالمعلقه. وفي منتهى الجمال برضو بعد مع الرز، حاجة كده تشرفك في اي غدا وكمان تشرفك في العزومات. حلوة قوي، يا ريت تعمليها وتجربيها ان شاء الله هتعجبك. وطريقة الخرط دي جربيها برضو هتعجبك جدا وتريحك جدا. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي شير لاصدقائك وحبايبك عشان الكل يستفيد. ولو لسه مش مشتركة في قناتي واول مرة تشوفيني، اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفك على الف خير في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.